اليوم راح نحكي على أقدم الأطعمة على وجه الأرض. قل لي وانت تغمس في شطيطها، اسكو كاش نهار خمم علاش الجزائريين يحبوا يغمسوا وياكلوا الخبز بكميات كبار؟ نعرف تان اللي ياكلوا حتى باقيطة كبيرة تاع خبز. هل حابين تعرفوا إذا الخبز مليح ولا مش مليح للصحة؟ وهل الخبز مربوط بأمراض كيما السكري ولا السيلياك ولا أمراض المناعة الذاتية؟ كيف صار الخبز معشوق الملايين وفي نفس الوقت علاش صار هذا التهجم عليه على السوشيال ميديا؟ خلونا نتعرفوا أكثر على هذا الموضوع ونغوصوا أكثر في عالم التغذية والأبحاث والأنثروبولوجيا ونقوموا بتحليل الخبز. حلقة جديدة وراح نحكيو فيها اليوم على الخبز. أولا لازم تعرفوا بلي الخبز مخدوم بالقمح، والقمح فيه سكريات ونشويات. كل جرام من السكر تقابلوا 4 كيلو حرير، والخبز مليان سكر معناتها مليان طاقة. والإنسان البدائي وجد في الخبز مصدر للطاقة، مصدر رهيب، وإن كان الأكل غير متوفر بكثرة، وإن كان لازم على الإنسان أنه يروح يصطاد الفرائس. يعني صار فيه استقرار، واللي يقول استقرار يقول حضارة، يعني أنه الخبز هو الحضارة. بالنسبة للعقل اللاواعي نزيد لكم هذه أنه في الحضارات القديمة استعملوا الخبز كعملات نقدية، مثل ما حصل في الحضارات المصرية وين وصلوا أنه يسموا الخبز عيش، العيش يعني الحياة. ومع الوقت وتطور الحضارات وصلنا لمرحلة وين الخبز تحول، صبح باندومي وصبح كرواسون وصبح ساندويتش، يعني صار فيه تغير جذري. نولوا للأصل، القمح هو عبارة عن بذرة فيها قشرة خارجية، فيها نخالة اللي هي غنية بالألياف، وفيها سويداء اللي فيها بروتين وخاصة النشويات. وأهم مكون في القمح هو الجنين الغني بالدهون، الفيتامينات والمعادن. باختصار القمح متكون من 70% نشويات، 25% بروتين و5% دهون. قلنا أنه السويداء متكونة من بروتينات، أكيد سمعتوا بالغلوتين. الجلوتين متكون من بروتينين يتفاعلوا لما يتلاقوا مع الماء، جليادين زائد جلوتينين يعطونا جلوتين. جلو بمعنى مطاط، هو اللي يعطي القوام المطاطي للخبز، القوام اللي تحوس عليه كل 6 بيت وحتى الخبازين. إذا لصناعة الخبز نحتاج إلى دقيق اللي يسموه فارينة، نخلطوه بالماء ونزيدوا له خميرة. الخميرة هي عبارة عن كائن حي. بعد هذا التفاعل راح ينتج لنا غاز CO2، والعملية تسمى بعملية التخمر. بكري الخبز في صناعته كان ياخذ أيام. هذه الفترة الطويلة كانت تسمح للخبز أنه يتحلل ويصبح صالح للهضم. لما يدخل جسم الإنسان الهضم يكون سهل. لكن في الوقت الحالي صناعة الخبز تأخذ 1 أو 2 ساعات. لن يحدث أي تفكك للخبز، بمعنى أنه الجسم لازم يهضم كل المواد مهما كانت معقدة. إذن المشكل الأول هو صعوبة الهضم. المشكل الثاني هو مبيدات الأعشاب التي يستعملها المزارعون في زراعة القمح. مثلا الجلايفوسات، الدور تاعها هو إبادة الحشائش وإبادة بعض أنواع البكتيريا. لكن هل تعلمون أن جسم الإنسان فيه بكتيريا أكثر من عدد خلايا جسم الإنسان؟ بمعنى هل هذه المبيدات الأعشاب سوف تؤثر على الميكروبيوت، بمعنى على البكتيريا النافعة التي تعيش معنا؟ هذا يبقى تساؤل. هل هذه المواد تؤثر على الصحة؟ هل تسبب اكتئاب؟ هل تسبب أمراض مناعة ذاتية؟ هل هي مربوطة بعدة أمراض؟ أكيد سمعتوا بمرض السيلياك، وأكيد دايرين في بالكم أنه السيلياك هو عبارة عن حساسية ضد الجلوتين، وهذا الشيء خطأ، لأنه السيلياك هو عبارة عن مرض مناعي وين فيه أجسام مضادة راح تهاجم مادة الجلوتين لما تواجد على مستوى المعي ولا المصرع. وفي هذه الحالة يجب التوقف نهائيا عن الجلوتين، عن القمح وكل مشتقاته. أينما يتواجد الجلوتين سوف نقوم بإيقافه. بينما الحساسية فهي أمر صعب تشخيصه، هو مشكل وين الإنسان راح يحس بألم على مستوى المعدة، على انتفاخات، لكن بعد تناول الخبز أو مشتقات القمح. ما تنساوش فقط أنه البيتزا هي عبارة عن خبز، أنه المعكرونة تشبه الخبز، أنه الحلويات المصنوعة من الدقيق تشبه الخبز. إذا كان عندك هذا المشكل أنصحك أن تتوقف عن تناول القمح ومشتقاته لفترة زمنية، وستلاحظ إذا كان فيه تحسن يعني عندك حساسية. إذا ما كان فيه تحسن يجب زيارة الطبيب والبحث عن سبب هذه المشاكل. المشكل في القرن العشرين وال21 أنه الخبز صار فارغ تغذويا، يعني في الخبز صار فيه سكريات وفقط، وإحنا صرنا نستهلكه بكميات كبيرة، إضافة إلى الصوصات والمضافات الغذائية والملونات ومواد لا نعرف أصلها. ودخلنا في دائرة
الإدمان. المخ صار يتعامل مع هذه السكريات على أنها مواد مخدرة، لأنه في زماننا تم صناعة ماكينات التي سوف تقوم بفصل مكونات القمح وإزالة المكونات المفيدة، يعني يتم ترك السويداء وفقط. واللي يقول سويداء قلناها مقبل فيها سكر، بغرض تحسين الذوق وضخ الأموال. يعني ذوق جميل زائد إدمان زائد سعرات حرارية يعني استهلاك أكبر، واستهلاك أكبر يعني سمنة. لاحظوا معي أنه 100 غرام من الخبز فيها 250 سعرة حرارية، ويجب أن تعرفوا أن خبزة طويلة فيها 250 غرام، ما يعادل 650 كيلو حريرة. اللي يموتوا على الخبز بالقرنطيطة راكو تسمعوا شاني نهضر. anyway، السمنة يعني زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري، هذه أولا، بالسكتات القلبية، بالجلطات الدماغية، بأمراض القلب والشرايين. كما فيه علاقة أيضا باستهلاك كميات كبيرة من السكر باضطرابات التركيز والانتباه. وأقل شيء هو التعب، يعني بعد تناول كميات كبيرة من السكر راح يتم إفراز كميات كبيرة من الأنسولين التي بدورها تقوم بإخفاض السكر في الدم، ما يجعل الإنسان يحس بتعب وتعب كبير. الحل يا دكتور، هل نتوقف عن الخبز؟ شخصيا أنا ما راح أقول لك يعني تحبسوا نهائيا، لكن استبدلوا بالخبز المنزلي، بالخبز الكامل التي تعرف مكوناته، مصنوع بخميرة حية تخليه يتخمر لمدة طويلة، مصنوع بحب. بكل حب نقول لك صديقي، نتلاقاو في الحلقة القادمة. لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس.